وإننا نشرح ويب بنتريشن تيستنج، ده أول تخصص بتاعنا. الويب بنتست ده الراجل اللي بيعمل اختبار اختراق للموقع. دلوقتي جه واحد ديفلوبر، وليكن ننزل تحت بس الأول. ديفلوبر ده موقع عندنا، وليكن موقع اكس. جه عندنا ديفلوبر، الديفلوبر ده اسمه أحمد، وليكن هو اللي عامل الموقع ده. وعندنا هنا شخص، الشخص ده اسمه علي وليكن. احمد ده الراجل الديفلوبر، دي يعني ديفلوبر. وهنا عندنا علي ده الراجل المتخصص والويب بنتريشن تيستنج، الراجل المتخصص في الويب بنتريشن تيستنج. تمام تمام زي الفل. فجاء احمد عمل الموقع بتاعه، جهزه، والدنيا تمام في الموقع بتاعه. اهو ده الموقع بتاع احمد، دي خانات فيه. واحمد قال انا عايز انزل الموقع ده وارفعه على ايه؟ على الانترنت، ويبقى موقع يبقى الناس كلها شايفاه. فبعد ما بنى الموقع وخلصه والدنيا تمام معاه، فقال انا قبل ما ارفع الموقع بتاعي ده على النت، انا محتاج ان انا اعمل عليه اختبار اختراق، اشوف الموقع ده فيه ثغرات، فيه ضعف، في ايه مشاكل اللي موجوده في الموقع ده. فجاء عمنا احمد راح لعلي، قال له يا علي، بقول لك يا صاحبي، انا عندي موقع دلوقتي، الموقع ده انا لسه بنيه، وليكن بنيه دلوقتي، وده موقع تجاري، وليكن تجاري زي امازون. فجاء احمد قال لعلي انا عايز اعمل اختبار اختراق للموقع ده وتشوف لي الثغرات اللي موجوده فيه يا علي. فعلي قال له تمام، ما عنديش مشكله يا احمد. اتفقوا على الفلوس والدنيا دي والدنيا وال 18. فدخل عمنا علي، دخل يعمل اختبار اختراق للموقع ده، اوب تيست يمين وشمال، عمل تيست على الموقع والدنيا زي الفل معاه. فلقى ان احمد عنده ثغرات او فولنربيليتي، ثغرات او فولنربيليتي، ثغره يعني فولنربيليتي او ضعف. فالمهم راح علي قال له الحق يا احمد، انت عندك وليكن 4 ثغرات في الموقع. طب علي، احمد قال لي علي طب انا عندي 4 ثغرات، ما ممكن يا باشمهندس تقول لي ال4 ثغرات دول فين، او ايه نظامهم، او ايه دنيتهم؟ راح جاء علي قال لاحمد حلو، انا هقول لك ال4 ثغرات دول فين. فجاء علي عمل كده نظام ريبورت او تقرير. الريبورت ده ريبورت فجاء علي عمل ريبورت لاحمد، معلش عذرا. قال لاحمد انا عملت لك ريبورت بال4 ثغرات اللي عندك يا احمد، ادي 1 2 3 4، ودي الثغرات اللي عندك يا احمد. الثغرات دي ممكن وليكن تخلي البيانات عندك تتسرب، الداتابيز اللي عندك كلها تتسرق. فراح عمل له ريبورت بالثغرات دي وقال له ازاي تقفلهم يا باشمهندس احمد. فبعتهم لاحمد وقال له خد يا باشمهندس احمد، ده الريبورت بتاعك، وانت محتاج تقفل الثغرات دي ونقط الضعف اللي عندك. فده باختصار بسيط جدا ايه هو الويب بنتريشن تيستنج، او ايه مهمته. ان هو راجل بيبقى شغال سكيورتي انجينير، او الراجل في حته البين تيست، فبيجي وليكن واحد ديفلوبر من بره بيقول له انا محتاج ان انا اعمل اختبار اختراق للموقع بتاعي. فبيدخل الراجل ده اللي هو بتاع البين تيست، يدخل يتست على الموقع، يلاقي فيه ثغرات، يعمل تيست، يلاقي فيه ثغرات، مثلا 4 ثغرات، فيروح عامل بيهم ريبورت، يبعتهم لايه؟ للراجل الديفلوبر، يقول له انت محتاج تقفل الثغره 1 والثغره 2 والثغره 3 والثغره 4. فده باختصار حته الويب بنتريشن تيستنج. طيب انا عشان ابقى راجل ويب بن تيست، ايه اللي انا محتاج ان انا اتعلمه؟ هنطلع فوق. فالاول انا محتاج اشوف الراجل الديفلوبر ده بيشتغل ازاي، او شغله عامل ازاي. فباجي اتعلم اول حاجه HTML، ودي هنتعلمها ان شاء الله غالبا السيشن اللي بعد الجاي. وده الهيكل بتاع الموقع او الاستراكشر بتاعت الموقع بكل اختصار. مش هغوص فيها تاني عشان انا اتكلمت عنها السيشن اللي فاتت. والCSS ده الشكل الجمالي بتاع الموقع، الالوان والكلام ده بتاعت الموقع.
وعندنا جافا سكريبت. دي من اكتر الحاجات اللي انا المفروض اتعلمها، ودي من اهم الحاجات. يعني عشان تبقى راجل بنتليشن تيستنج وانت مش فاهم جافا سكريبت، عارفين بيبقى فايتك كتير. ده في حته الفرونت اند، او بمختصر نقول عليه فرونت اند. عندنا بقى جانب تاني هو الباك اند. هنتعلم لغه باك اند وليكن بي اتش بي او بايثون او دوت نت، اي لغه باك اند. وبعد ما نتعلم لغه الباك اند نتعلم داتابيز ماي سيكوال. حلو يا باشا. بعد ما تتعلم الكلام ده كله، انت محتاج تعمل عليهم 3 4 بروجكت او لوجن بيج، تخلصهم وتبنيهم وتمشي ايدك في الكود فيهم. ده اللي مطلوب منك في حته الديفلوبر. محتاج تتعلم ايه تاني؟ طيب محتاج ان انا اتعلم نتورك. ايه النتورك اللي انا محتاج اتعلمها؟ محتاج اتعلم نتورك بلس، او محتاج اتعلم CCNA. ده بكل اختصار، دي او دي. اتعلم CCNA خير وبركه، اتعلم نتورك بلس خير وبركه. محتاج اتعلم ايه تاني؟ محتاج اتعلم لينكس، وده موضوعنا بتاع النهارده. ده موضوعنا بتاع النهارده. يبقى بكل اختصار انا محتاج اتعلم نتورك، سواء نتورك بلس او CCNA، وبعدها محتاج ان انا اتعلم لينكس. طب ايه هي الفرق بين نتورك بلس وCCNA؟ نتورك بلس بتتكلم عن نتورك او منتجات النتورك بشكل عام، لكن CCNA بتحاول تركز على المنتجات بتاعت سيسكو، اللي هي الشركه اللي عامله الكورس بتاع CCNA. ليها منتجات زي راوتر وسويتش والكلام ده، هي بتحاول انها تتكلم على المنتجات بتاعتها، هي شركه محتكره يعتبر. تمام، ده بكل اختصار. هل حد عنده اي مشكله هنا؟ تمام، خلصنا هنا بكل اختصار. طب عايزين نتعلم بقى يا باشمهندس ايه هو اللينكس، او نقول عليه كالي. خلينا اللينكس الاول. اللينكس ده او اس اختصار اوبريتنج، او اس اختصار سيستم، بس باختصار اهو اوبريتنج سيستم. تمام، انا محتاج اتعلم لينكس. ده اوبريتنج سيستم زيه زي ويندوز، زيه زي ماك. ده اوبريتنج سيستم، يعني ده عندنا اوبريتنج سيستم وده اوبريتنج سيستم وده اوبريتنج سيستم. بس ويندوز معروف، في مثلا عندنا ويندوز اكس بي كان زمان، عندنا ويندوز 7، عندنا ويندوز 8، عندنا ويندوز 10، عندنا 11 حاليا. فدي الاصدارات اللي موجوده منه، لكن كله في الاول وفي الاخر ويندوز. عندنا برضو ماك، في منه اصدارات. ايه هي الاصدارات بتاعته؟ انا ما اعرفهاش بصراحه. لما اجيب ماك ان شاء الله بقول لك الاصدارات ايه. عندنا بقى اللينكس. اللينكس ده عالم تاني، عالم كبير كده لوحده، اسمه لينكس. حرفيا هو يعني عدد التوزيعات بتاعت لينكس رقم مرعب. يعني في توزيعات كتير قوي. في حاجه زي باروت، حاجه عندنا زي كالي لينكس. وكالي لينكس ده اللي هنتكلم عليه، لان ده معمول خصيصا للناس بتاعت السكيورتي او البين تيست. السكيورتي بشكل عام، مش بس البين تيست. عندنا حاجه زي اوبونتو، وده قريب شويه من ويندوز. عندنا ايه تاني؟ عندنا فيدورا، عندنا يعني توزيعات كتير قوي. هو نظام قديم جدا. طب التوزيعات دي اتعملت ازاي؟ لان هو كان نظام اوبن سورس. اوبن سورس يعني تقدر ان انت تدخل تعدل في الكود بتاعه وتطور فيه براحتك. يعني عندك الكود اهو مفتوح ليك انك تيجي من بره راجل شغال في حته الاوبريتنج سيستم وفاهم فيها، تدخل تعدل في الاكواد بتاعته وتطور فيه براحتك. عكس ويندوز، ويندوز مقفول. انت تيجي مثلا في ويندوز تيجي تعدل، يقول لك تعالى يا باشا ادي ويندوز اهو، وادخل عدل كراجل بتاع اوبريتنج سيستم. تيجي الشركه بتاعت مايكروسوفت تقول لك ستوب، انت رايح فين؟ مفيش الكلام ده هنا، الكلام ده ممنوع هنا. لكن انت عندك لينكس، تقدر انت عندك حريه انك تدخل تعدل في الكود وتعمل فيه حاجات او تطور فيه حاجات مختلفه.
هو لينكس نظام سريع جدا ومريح. ده اللي بتنزلوه على فيرتشوال بوكس، في منه حاجه بتنزل على فيرتشوال بوكس، وعندنا حاجه على في ام وير مثلا نفس الوضع، وعندنا حاجه اسمها دبل بوت بتبقى مسطب لينكس مع ويندوز. تيجي تفتح الجهاز، يبقى بتيجي تدوس على زرار باور بتفتحه، يقول لك اختار عندك يا لينكس او اختار ويندوز، فاللي هتختاره هيقوم والاثنين هيبقى شغالين معاك. ده الدبل بوت اللي انا عامله. حتى لو جيت تبص بصيته عندي، ادي ده لينكس عندي اهو، ده لينكس عندي. خلصنا بقى هنا الحته دي بتاعت لينكس. طب ويندوز هو نظام جي يو اي، انت بتبقى عندك انترفيس وتدخل تتفاعل مع كل حاجه وتدخل عليها براحتك. لكن عندك لينكس كل شغلك في لينكس. ده ويندوز كل شغلك في لينكس على التيرمينال. ويندوز اسمها سي ام دي، مش الدي يو اي، حاجه ثانيه. التيرمينال في ويندوز اسمها سي ام دي، لكن في لينكس اسمها تيرمينال. ايه هي طب التيرمينال يا باشمهندس؟ ايه التيرمينال يا شباب؟ نطلع منين؟ ديسكتوب، بفتح التيرمينال اهي. التيرمينال حتى مكتوب تيرمينال، بدوس عليها بشغل ادي التيرمينال اهي. دي شغلي كله على السكيورتي او في لينكس على حته التيرمينال دي. مش بدخل بقى ان انا ادخل هنا بقى على ملفات والكلام ده، لا، كل حاجه بعملها من التيرمينال دي. تمام يا شباب؟ حد عنده اي مشكله لغايه كده؟ يا احمد بتسافر ولا مع... ما بتسافرش؟ معلش تمام. يا هندسة، وريني التيرمينال ده اللي هي أنهي بنجيبها منين؟ التيرمينال اللي هتلاقيها تحت عندك او ايا يكن هتلاقيها عندك فوق، انا ما اعرفش عندك فين بقى. تلاقيها تحت او فوق، انا عندي تحت، انا مطور فيه فبفتحها بتلاقيها قدامك التيرمينال فتحت قدامك يعني. مش هتبقى الشكل هيبقى مختلف عن كده لان انا مطور فيها بس. الناس شايفه التيرمينال يا شباب؟ تمام يا هندسة. هنتكلم عن الكوماندات الاساسيه في لينكس. ايه الكوماند ده اصلا؟ الكوماند ده الامر اللي انا بكتبه جوه التيرمينال. هفتح التيرمينال اهي قدامكم. انا دلوقتي بكتب جوه التيرمينال دي امر وليكن سي دي، ده اسمه كوماند. بكتب ال اس، ده اسمه كوماند. فدي الكوماندات الاساسيه او الحاجه المصطلح اللي اسمه كوماند. لما اقول لك اكتب كوماند كذا تعرف يعني ايه كوماند. ده الامر اللي انت بتكتبه لمين؟ في التيرمينال الكامل. طب دلوقتي عايزين نتعلم اوامر. عندنا دلوقتي حاجه وليكن اسمها سي دي. ده امر اسمه سي دي او كوماند اسمه سي دي. مهمه السي دي ده، دلوقتي انا دخلت جوه فولدر. الفولدر ده وليكن اسمه السي زي عندنا في الويندوز. تمام. انا عايز ادخل جوه الفولدر ده وليكن في الويندوز او عندنا في لينكس هنا، ندخل جوه الهوم. لقينا الهوم مش السي. نرجع تاني خليها الهوم مش السي اتش اهي. انا عايز ادخل جوه الهوم، عندي بقى ملفات جوه. انا عايز ادخل وليكن في الداونلود. الداونلود عندنا فين؟ ادي الداونلود. عشان ادخل جوه الداونلود اهي انا محتاج ان انا ادخل يدوي اهو. ادخل من هنا واروح دايس على الداونلود عشان ادخل الداونلود. لكن عندنا في اللينكس هنا ما بنعملش كده. التيرمينال دي ما بتخلينيش اعمل كده. فدلوقتي انا عايز ادخل لل للهوم. ادخل الهوم ومن الهوم ادخل للايه؟ اللهم ذكرني للداونلود. انا اوريدي دلوقتي في الهوم فهدخل للداونلود. خليها الداونلود. وامر سي دي مهمته ان هو يدخلني جوه الفولدر اللي انا عايزه. يعني دلوقتي انا واقف في الهوم اهو، واقف في الهوم. انا دلوقتي اسمي اكس، واقف فين؟ في الهوم. عايز اروح بقى، اروح رايح لمين؟ لحته الداونلود او الفولدر اللي اسمه داونلود. فقدامي طريقتين. اول طريقه ان انا ادخل يدوي واقعد ادوس بقى وادخل يدوي. ثاني طريقه ان انا ادخل من التيرمينال. طب ادخل ازاي من التيرمينال يا باشمهندس؟ تعالى اوريكم عمل قدام عينيكم. انا واقف اهو. معنى الشرطه دي، الشرطه دي شايفينها؟ الكل شايفها؟ الناس شايفاها؟ الشرطه اهي، الناس شايفينها. انا دلوقتي واقف في الهوم، انا واقف في التيرمينال اهو، واقف في الهوم. دلوقتي بقى انا عايز ادخل لفين؟ ادخل للداونلود. بروح اعمل ايه؟ ادوس سي دي واكتب سي دي للفايل اللي انا عايز ادخل له واللي هو داونلود. بس سيبكم من الكلام اللي تحت اهو، لا عشان نمسحه تاني اهو. ادوس سي دي داونلودز.
بس كده انا عشان ادخل للداونلودز اروح دايس انتر. كده انا بقيت فين؟ في الداونلود. كنت في الهوم بقيت في الداونلود. تاني يا شباب قدامكم اهو سي دي، انا رجعت للهوم اهو. رجعت فين؟ للهوم. عايز ادخل لفايل تاني عندنا، وليكن استنى اعمل عرض الملفات عندي. عندنا عايز ادخل مثلا على ايمات. ده فولدر عندي اسمه ايمات، اروح دايس سي دي واروح دايس ايمات يدخلني للايمات. الناس فهمت الكوماند بتاع السي دي. يبقى مهمه السي دي دلوقتي، السي ده مهم، السي دي مهمته ان انا ببقى واقف في فولدر اكس وعايز اروح لفولدر واي، وهو اللي مهمته ان هو يوديني لفولدر واي، فبكتب له انا واقف في الاكس. مش بكتب له واقف في الاكس طبعا، انا واقف دلوقتي في الاكس، فبقول له سي دي واي يا تيرمينال، فبيروح موديني للواي مباشر. انا بديه امر. ده السي دي بيأمر ان انا اروح للواي بس، بكل بساطه. الكوماند بتاع السي دي اتفهم؟ حد عنده مشكله فيه؟ الكوماندات دي هتفهموها مع الممارسه، مع الوقت يعني ايدك هتاخد على الكوماندات هتفهمها. تمام كده، انا ما عنديش اي مشكله في اول امر. امسح بقى الليله دي كلها. دلوقتي رجعت لهم، عايز اروح للايميل، بروح دايس سي دي ايميل الشرطه. دلوقتي انا في الايميل اهو. كده الامر بتاع السي دي اتفهم. طيب ماشي يا باشا، يبقى كده فنشنا اول امر اللي هو السي دي. كده السي دي تم بنجاح. انا باخد لكم اهم الكوماند اللي هتستخدموها. اللينكس عالم تاني، في عالم اسمه كورس اسمه لينكس بلس، ده تقدر تعيش فيه، بس انا بستخدم لكم اهم الاوامر. انا والله يمكن اهو بقى لي فتره في السكيورتي انا ما استخدمتش اي اوامر تاني غير الاوامر اللي انا بقولها لكم. عندنا امر تاني بنستخدمه وهو اسمه كلير. المفروض الناس تكون استنبطت. كلير ده بيمسح عندي اهو الشاشه، كاتب فيها اكس واي زد والدنيا دي كلها، ومهمته ان كلير لما اكتب كلير يروح ماسح ليا الكلام ده كله، ترجع الشاشه نظيفه. نيجي نوريكم عملي. دلوقتي انا كاتب سي دي ايمابت وعامل ال اس والكلام ده، والشاشه مليانه. دلوقتي انا عايز اخلي الشاشه دي تنظر، فبروح كاتب كلير بس. بالمناسبه ولا مش دلوقتي بس، فهو ده امر كلير اهو، بيمسح، ما بيعملش حاجه اكتر من كده. كلير يعني امسح، واضحه وضوح الشمس. طيب يا باشمهندس، دلوقتي انا دلوقتي دخلت في الداونلود وشايف الملفات دي اوريدي قدامي. طب انا عايز اشوفها في التيرمينال، اعمل ايه؟ دلوقتي انا عايز اشوف الملفات دي قدامي، اعمل ايه؟ هروح جاي اقول لك بسيطه، نقدر نعمل كده من التيرمينال بتاعتنا او من اللينكس بتاعنا. هنيجي بقى او نطلع فوق معلش عشان الزحمه. هنيجي بقى نعمل ايه؟ نعمل امر جديد نتعلمه غير الكلير، وهو امر اسمه ال اس. ال اس مهمته يعرض لك الملفات اللي جوه الفولدر. عندنا ده فولدر اسمه اكس، فانا عايز اعرض الملفات اللي جوه الفولدر ده، فهو بيعرض لي الفولدر، الملفات اللي جواه والفولدرات اللي جواه وكل حاجه جواه بيعرضها لي كلها. يبقى ال اس ده امر مهمته انه يعرض لي الفولدرات والملفات اللي جوه الفولدر اللي انا فيه. نيجي نوريكم عملي. دلوقتي اهو انا دخلت، هرجع ورا اعمل كلير وادخل على سي دي داونلودز واروح داخل. انا دلوقتي اهو في الداونلود. طب انا عايز اشوف الحاجه اللي انا كنت شايفها. ايه الحاجه؟ اهي. دلوقتي نركز في الحاجه. عندنا جيني موشن، وعندنا بتاع بتاع السهره، وعندنا مزور والكلام ده، عندنا سي في والدنيا دي كلها. انا عايز اشوف الحاجات دي كلها، اعمل ايه؟ اروح ببساطه كده، دخلت في الداونلودز اول حاجه، رحت عامل ال اس عربي. ادي عندي رقم الجي بي، الصوره اللي معايا، وده عندي صوره تاني، وده السي في بي دي اف، وعندي كل حاجه، وده الباسبور، وعندي الميثودولوجي دوت تكست وجيني موشن. ببساطه ده ال اس. فكده خلصنا امر ال اس زي الفل يا شباب، بقى الفل. دلوقتي يا باشمهندس انا دلوقتي دخلت في الداونلودز، ادي الداونلودز بتاعتي ودخلت فين. عايز ارجع من الداونلودز لحته الهوم. دي ليها كذا طريقه. دلوقتي انا في فايل واحد هوم اهي. عندنا نقدر نرجع بامر اسمه سي دي، نكتب سي دي بس، لا جنبها حاجه ولا قبلها حاجه، هتكتب سي دي بس. ده اول طريقه. تاني طريقه ان انا بعمل سي دي دوت دوت.
معنى دوت دوت رجعني ملف واحد، فولدر واحد. يعني لو دخلت جوه 20 فولدر، انا جوه 20 فولدر حاليا اهو، جوه 20 فولدر، دخلت جوه 20 فولدر. انا عايز ارجع للفولدر رقم 19، فبروح عامل سي دي دوت دوت. يا باشمهندس انا عايز ارجع للفولدر رقم 18، اروح كاتب سي دي دوت 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 4 دوت، فبزود 2 وهكذا. طب انا عايز ارجع من السي دي من رقم 20 للهوم للزيرو يعني، فبروح كاتب سي دي بس، رجعني لبدايه الصفر. ده بكل بساطه. نرجع تاني اهو، انا دلوقتي جوه الداونلود، بروح كاتب سي دي قدامها اهو، سي دي رجعني للهوم، ادي الهوم اهو. طب دلوقتي انا عايز ادخل جوه السي دي وادخل جوه الداونلود، وبعدين ادخل جوه جيني موشن، وادخل جوه جيني موشن واعمل ال اس يا باشا، وعندي فايلات كتيره اهي، وادخل جوه السي دي وادخل جوه الفايلات دي مش موجود هنا. ماشي سي دي، دخلت جوه الفولدرات، ادي انا جوه كام خانه؟ ادي جوه فولدر 2 3 فولدرات والهوم الرابع. فانا عايز ارجع من الفولدر اللي مكتوب اكس سي بي جي اللي انا مش عارف اقرا اسمه ده، لانه اوريدي ده اسم حاجات بتاعت سيت اب، فما علينا. برجع هنا واروح دايس سي دي دوت دوت، رجعني ايه؟ كنت في الاكس سي بي جي الكلام ده مش عارف ايه، رجعني لفين؟ لحته الجيني موشن. عايز ارجع للجيني موشن للداونلود، اروح كاتب سي دي دوت دوت بس، رجعت فين؟ للداونلود. اروح دايس سي دي دوت دوت، رجعني للهوم ببساطه. طب دلوقتي يا باشمهندس انا هدخل جوه السي دي ودخلني جوه الداونلودز، ودخلني تاني جوه الجيني موشن، ودخلني تاني جوه ايه؟ جوه الفايل اللي احنا مش عارفين اسمه ده، راح فين؟ ارجع جيني موشن او جوه الفايل ده. عايز ارجع على طول مباشر للهوم، اعمل ايه؟ اروح كاتب سي دي، رجعت على طول للهوم دايركت ببساطه. طيب يا باشمهندس عندنا ايه اوامر تاني؟ دلوقتي انا عندي فولدر، دخلت عند الهوم وعندي فولدر اسمه تيست دوت اتش تي ام ال، عايز افتح له. لا خير، سي ار دوت اتش تي ام ال. ارفع رد، رد ايه؟ اتكلم يا اللي رفعت ايدك. معلش يا هندسة، هو كان في حاجة المفروض نحملها قبل السيشن دي؟ لينكس. طب هيبقى في مشكلة لو أخدت السيشن دي من غير ما أحمل لينكس؟ معاك براح لغايه 2 سيشن تاني اخرك. تمام ماشي. دلوقتي يا شباب انا عندي دلوقتي انا عايز اعمل فايل، فباجي اعمل فايل، فبدخل عند الهوم وهكون هعمل فايل هنا، فايل مش فولدر. ركزوا في الفرق بين الفايل والفولدر اهو. فايل دخلت جوه الهوم هنا واعمل ايه؟ فايل. نعمل فايل جديد ونكتب هنا هلو وورلد، نحط علامة تعجب اهو يا شباب. ده الفايل بتاعي وهاجي اسميه، وهو محفوظ في الهوم. اسمه ايه؟ اخليه اسمه تيست دوت تكست. ده فايل. انا عشان اعمل فايل المفروض ان انا اجي في الهوم واعمل فايل. فانا دلوقتي عملت الفايل بتاعي ودخلت في الهوم وكريته بايدي، تمام؟ دي مهمة. طب دلوقتي انا مش عايز اعمل الفايل يا باشمهندس بايدي كده، انا عايز اعمله من خلال التيرمينال بتاعتي. افتح التيرمينال، قبل ما افتح التيرمينال اجي اشرحه على البورد هنا بالقلم والورقه اللي معايا. عندنا امر اسمه نانو. الامر اسمه نانو ده بيخليني اكريت فايل. انا عايز اكريت فايل، الفايل ده انا هكريته، ادي الفايل بتاعي، وهكتب فيه هلو وورلد اهو. عايز اكريته، فانا قدامي طريقتين ان انا اكريته، ادخل على الهوم وكريته عادي، وقدامي طريقه من التيرمينال. الطريقه اللي من التيرمينال ادخل اكتب نانو، وعايز اكريت فايل اسمه نانو تيست دوت تكست، بدخل اكريته بس. ده مهمته ان هو يكريت لي فايل وبكتب جواه عادي. طب نيجي يا باشمهندس نشوفك هكريت الفايل ازاي. معلش هنخلي الفايل اسمه تيست 1 دوت تكست عشان انا اوريدي مكريت فايل دلوقتي قدامكم في الهوم عادي. طب ندخل بقى نكريت فايل، ندخل هنا في الهوم اهو،
هنعمل نانو تيست 1 دوت تكست. كده انا بقول له كريت لي فايل. نانو ده امر عشان اكريت فايل اسمه تيست دوت تكست. هو راح دايس انتر، فتح قدام الشاشه دي. لا معلش كده عشان نرجع، عشان انا كنت عايز ادخل كده. ماشي اهو نانو تيست دوت تكست، مالكوش دعوه بالكلام ده واللي فوق ده. انا بكتب اهو، هكتب هلو وورلد، احط علامه التعجب كده، احط علامه التعجب بتاعتي، وعايز احفظ الفايل ده. طيب يا باشمهندس، عندنا عشان نحفظ الفايل بدوس على كنترول او، خلي ايدي على الكنترول، بروح دايس حرف الاو، بروح دايس انتر، بروح دايس كنترول اكس، كده اتحفظ الفايل. نيجي ندخل على الهوم يا باشمهندس، هنلاقي عندنا فايل اسمه تيست 1 دوت تكست اهو. ده التيست دوت تكست العادي، ده تيست دوت تكست 1 مكتوب جواها اللور ليد. انا دخلت دلوقتي يدوي عشان اشوف ايه جواه. فمهمة نانو ان هو بيخليني اكريت فايل. طيب يا شباب، انا عملت دلوقتي التيست دوت تكست بتاعي اليدوي ودخلت عايز اشوف ايه اللي موجود فيه. ده فايل موجود، الحق ده مكتوب فيها اللور ليد، وانا المفروض افتحه عشان ادخل اشوف ايه اللي جواه، صح؟ تمام. طب انا عايز اعمل كده من التيرمينال يا باشمهندس. طيب عشان اعمل كده من التيرمينال يا هندسه، عندنا ندخل نفتح البورد بتاعتنا الجميله، نقول لها تعالي يا بورد، وراح عندنا امر كده حلو اسمه كات. امر كات ده مهمته، انا عندي فايل اهو اسمه تيست دوت تيست 1 دوت تكست. انا عايز اشوف اللي جواه، مكتوب جواه هلو وورلد، ده اسم الفايل وده مكتوب جواه هلو وورلد. معلش على الخط. فانا عايز ادخل اشوف الحاجه اللي موجوده جوه الفايل اللي اسمه تيست دوت تكست ده. فعندنا امر اسمه كات، بكتب كات وبروح كاتب تيست 1 دوت تكست، بيعرض لي اللي جوه الفايل بس كات اهو. طب تعالى نشوف يا باشمهندس قدام عينينا. دلوقتي انا عندي فايل، واروح عامل الكات تيست 1 دوت تكست، ادي اللي جوه الفايل. اللور نشيل دي وندخل للتيست دوت تكست، مكتوب برضه فيها اللور. اللور بس بكل بساطه. حد عنده مشكله لغايه هنا يا شباب؟ دلوقتي عندنا الكات، نفرق الكات بيعرض اللي جوه الفايل، يعرض اللي جوه ايه؟ الفايل. عندنا الامر بتاع ال اس بيعرض الحاجات اللي جوه الفولدر. نفرق بين الامرين، نفرق بين الامرين اهو. قول تاني، كات بيعرض اللي جوه الفايل، ال اس بيعرض اللي جوه الفولدر. تمام يا شباب؟ حد عنده اي مشكله؟ انا دلوقتي امسح الامرين بتوعي دول. انا عايز اعمل بقى فولدر. انا هعمل فولدر، والفولدر ده اسميه تيست. بس ادي الفولدر اهو، عملته بايدي يدوي اهو. باجي ادوس هنا نيو فولدر وبعمل فولدر. حلو، ده مهمه الفولدر، ده اللي هو اليدوي اللي انا هعمله من غير ترمينال. طب يا باشمهندس انا عايز اعمل الكلام ده بالترمينال. عندنا بالترمينال، عندنا نيجي نكتب هنا آه امر اسمه ميك داير. مهمه الامر ده، انا عايز اعمل فولدر واسميه علي. ده مهمته ان هو يعمل لي فولدر، يعني بدل ما كنت بعمله يدوي، لا ده بيعمل لي الفولدر اللي اسمه علي. ده غير نانو. فالفرق بين نانو وميك داير ان ده بيعمل لي فايل، تمام، وده بيعمل لي فولدر. ده الفرق. فنفرق بين الاثنين. دلوقتي انا عملت فولدر عادي اسمه تيست، دلوقتي انا عايز اعمل فولدر بالمقدار بتاعي ده، اروح عامل فولدر اسمه علي، يعمل لي فولدر اسمه علي. نرجع بقى ندور هنا فين عمنا علي اهو، ادي الفولدر اتعمل اهو بكل بساطه. حد عنده مشكله لغايه هنا؟
عندنا بقى ايه تاني؟ انا دلوقتي هدخل جوه الموقع الهوم بتاعي، وعايز ادخل جوه الداونلودز، وعايز اعرف انا واقف فين. انا هنا مكتوب لي ان انا واقف في الهوم داونلودز. طب انا عايز الرابط ده اخده. انا اوريدي في لينكس او ويندوز باخد الرابط ده، بعمله ناسك وبيتاخد معايا. طب انا عايز بقى اعمله في اللينكس هنا، او اعرف ايه الموقع اللي انا واقف فيه. فعندنا حاجه اسمها برضه بترازيل بي دبليو دي. عندنا حاجه اسمها بي دبليو دي، مهمتها انها تعرف لي انا واقف فين. انا واقف في اكس، فاقول لي ان انا واقف في اكس. انا واقف في داونلود، فاقول لي ان انا واقف في داونلود بالظبط. انا واقف في الهوم، قول لي ان انا واقف في الهوم. ده مهمتها. ندخل هنا هنجرب قدامكم. انا هدخل على سي دي داونلود، وهدخل على سي دي جيني موشن، واروح عامل بي دبليو دي. اعرض لي المسار بتاعي. عمل لي المسار اهو. انا واقف في سلاش هوم سلاش علي سلاش داونلود، لا داونلودز سلاش جيني موشن. ده مهمته ان هو بيعرض لي المسار بتاعي. هرجع تاني خطوه، اروح عامل هنا بي دبليو دي سلاش هوم علي بس. ده بكل بساطه. دلوقتي انا فاتح دلوقتي لينكس بتاعي، وانا دلوقتي راجل اهو وداخل. انا يوزر عادي، ما عنديش اي صلاحيات ولا عندي اي صلاحيه. داخل انا معايا اللاب بتاعي ده، وليا ماليش صلاحيات غير صلاحيات محدوده. عندنا ليا 1 2 3، ما عنديش صلاحيات اكتر من كده. دي الصلاحيات بتاعتي. انا عندنا اهو في التيرمينال فاتح اللينكس، نعمل كلير. بس انا كده من غير اي صلاحيات، كده انا عايز اي صلاحيات. فانا عايز اعلي الصلاحيات بتاعتي دي. اعليها ازاي؟ طب انا هعليها لايه يا باشمهندس؟ انا دلوقتي روت يوزر، اعليها لايه؟ عندنا حاجه اسمها روت. كده انت بتعلي صلاحياتك، يعني بتبقى زي ادمن كده. بدل ما انت ليك 3 صلاحيات بس، اخرك ما تقدرش تطلع براهم، لا انت عندك صلاحيات تاني انك تخليك تعمل حاجات غير ال3 حاجات اللي انت متاح عليك. تقدر تعمل اي حاجه، هذه صلاحيات تاني. طب انا عشان ابقى راجل روت زي ما بيقول، اعملها ازاي؟ عندنا امر اسمه سودو اس يو. الامر ده بيخليني من واحد يوزر عادي يخليني روت، بيعلي الصلاحيات بتاعتي. نرجع للهوم دلوقتي نوريكم قدامكم. دلوقتي انا عايز اعلي الصلاحيات بتاعتي. انا اهو مش اي جديد اهو. انا مهمتي ان انا عايز اسمي علي، اليوزر العادي اللي اسمه علي، وانا في الهوم ما عنديش اي حاجه تاني. عايز اعلي الصلاحيات بتاعتي، اكتب سودو واكتب اس يو. ده مهمتي. بيقوم دخل الباسورد عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى روت. الباسورد يا شباب في لينكس، عشان في ناس سالتني، ما بتظهرش. انت بتكتب الباسورد لكن هي ما بتظهرش، تبقى حافظ حروف. بكتب الباسورد بتاعتي وبروح دايس انتر. دلوقتي انا اتحولت، بدل ما كان اسمي علي بقى اسمي ايه؟ روت. فبقى ليا صلاحيات اعلى. يعني بدل ما كنت يوزر عادي، بقيت انا روت ادمنستريتور او ادمن. حد عنده مشكله لغايه هنا في الحته دي؟ دي اوامر لينكس المهمه، انا بقول لك الاوامر المهمه. البورد عندنا بقى امر تاني اسمه اكزيت. انا دلوقتي بقيت راجل روت قد الدنيا او ادمن قد الدنيا، وعايز ارجع ليوزر عادي. عندنا امر اسمه اكزيت، يعني اطلع اخرج. مهمه اكزيت ان هو يرجعني من لما كنت روت، يرجعني ليوزر عادي بس. يوزر عادي. نرجع نوريها لكم قدامكم اهي. انا دلوقتي سود، بكتب اكزيت يرجعني لليوزر العادي. دلوقتي انا عملت ايه يا شباب؟ مش كنت عامل امر دلوقتي كنت بحذف الفايلات قدامكم، حذفت تيست دوت تكست صح؟ حذفتها عادي، عملت كده ورحت حذفتها.
طب انا دلوقتي انا عايز احذف الفايل اللي عندي اسمه سي ار اف، عايز احذفه منين؟ من التيرمينال. فباجي ايه يا باشا، عندنا امر جديد اسمه ايه؟ ار ام، وبكتب اسم الفايل اللي هو مثلا اكس اللي انا عايز احذفه في التيرمينال بس. ار ام ده يحذف لي الفايل اللي انا عايز احذفه او الفولدر اللي انا عايز احذفه. اروح جايب التيرمينال بتاعتي ودوس دايس ار ام سي ار اف اتش تي ام ال، واروح دايس ايه؟ انتر. هاجي ادخل على الهوم الاقي الفايل مفيش، كده اتحذف. دي كل الحاجات الاساسيه عندنا دلوقتي. عايزين نطبق على الكلام اللي احنا ايه شرحناه ده. هنعمل ايه؟ هندخل على موقع اسمه تراي هاك مي، هبعت لكم اللينك. لوجن ويز جوجل اهو، روم اسمها فاندامنتال لينكس 1. بتفتح لحظه واحده. ادي الروم بتاعتي، انا حللها اوريدي. انت مهمتك ان انت تدخل تحل الروم دي عندنا شرح هنا لينكس. تفتح الروم، الانترودكشن، بتقرا الكلام ده وتذاكره، وبعدين نروح مديك سؤال. هنا ما ادانيش سؤال، هنا خلاص انا ما فيش سؤال. تقرا الكلام ده وتذاكره، تفهم ايه معنى الكلام ده. تدخل هنا تذاكر وات از لينكس يوز والكلام ده والدنيا دي كلها، انا مش عايز اوريكم الاجابه. وهكذا تدخل تذاكر كل حاجه من الحاجات دي، وبعد ما بتذاكرها بتدخل بيديك سؤال عليها تدخل تحل. طب احله فين دلوقتي يا باشمهندس؟ انا مش معايا لينكس. عندنا دلوقتي حاجه اسمها اتاك بوكس. الاتاك بوكس ده باجي هنا اروح دايس ستارت ماشين. الستارت ماشين تفتح معايا التيرمينال دي، بعمل فيها الاوامر اللي انا عايزها. شوف السؤال منها عايز مني ايه فبروح اعملها. يا باشمهندس لو لقيت حاجه مختلفه طيب او حاجه زياده، انا اوريدي لو في حاجه زياده انا معظم الحاجات شرحتها. لو حاجات زياده انت هتقراها هنا وهتفهمها عشان تبقى عندك ايه حته السيرش والبحث تبقى فاهم. بس دي مهمتكم انك انتوا تحلوا الروم دي. هي تسع تاسكات بس، او تلاقيهم 9 اسئله او حاجه، مش اكتر من كده، مش هتاخد معاك نص ساعه.